بتبدأ قصة الفيلم بالملك وهو ماشي هو وجنوده اللي بنشوفهم هم رايحين الجبل علشان يقتحموا بيت التنين ويقتلوه، لأن الملك لو ما تخلصش منه هيكون التنين ده خطر على حياة البشر اللي عايشين في المملكة. فبيدخل الملك وجنوده للجبل وبيشوفوا التنين، وبعد كده التنين بهددهم ويحذرهم وبقول لهم أنا هحرقكم، لكن الملك ما بيسمعش كلامه وبقول لجنوده إن هم يستعدوا للهجوم، ولكن التنين ما كانش بيهزر وحرقهم كلهم. وبعد مرور سنوات طويلة نروح لمملكة إيلي وأختها فلوريا، وبنشوفهم هم بيقطعوا الخشب وبيجمعوا الفرو لأن الجو كان بارد، لأن مملكة أبوها فقيرة جدا وهي كانت بتحاول تساعد الناس اللي عايشين في المملكة في الشغل بتاعهم، فبتقطع لهم الخشب لأن قريتهم فقيرة لدرجة إن الناس بيموتوا من الجوع والبرد. ولما إيلي وأختها بيرجعوا للقصر بيتصادفوا بملكة أوريا، واللي هي جاية تطلب إيد واحدة من بناته للجواز لملك مملكتهم هنري. فإيلي بتعترض وبترفض الجواز، لكن أبوها بيفكرها إن مملكة هنري غنية جدا وهم عندهم كنوز ذهب وهي هتكون سعيدة ومرتاحة هناك. وبقول لها أبوها إنه مملكتهم محتاجة الجواز ده لأن مملكتنا فقيرة وهو بيحتاج النسب ده من العائلة الملكية، وانت لازم تنقذينا من الفقر ده، وان الملوك والأمراء لازم يضحوا عشان خاطر شعبهم. وبعد فترة العائلة كلها بيروحوا على السفينة وبيسافروا على مملكة هنري، ولما بيوصلوا للمملكة بيشوفوا من خلال الضباب تماثيل كبيرة على شكل تنين لدرجة إن هم كانوا بيفكروا إنها حقيقية. لما بيوصلوا للقصر بيستقبلهم كبير الخدم وبيدخلهم للقصر وبيبدأ يعرفهم على الأماكن اللي موجودة وبيوديهم لغرفهم. وهنا إيلي بتفرح بغرفتها وكانت مبسوطة بيها قوي، وهي بتشوف بنت واقفة في البلكونة اللي على قصد غرفتها وهي بتبتسم ليها، لكن البنت ما بتردلهاش الابتسامة وبيبين على وشها الحزن والخوف. وتاني يوم هنري بيقابل إيلي وبيكونوا بيتمشوا في حديقة القصر علشان يتعرفوا أكتر على بعض، وبعد كده هي بتقول له إنها مجبورة على الجواز ده وهو بيعترف لها وبقول لها وأنا كمان. وهما الاتنين بقرروا وبيتفقوا إن هما يسمعوا كلام أهله، وبعد كده بيركبوا الخيل وبيتسابقوا. وكانت إيلي فرحانة. في نفس الوقت أبوها بيطلع من مقابلة أم الملك هنري وكان باين عليه التوتر والقلق، وبقول لمراته إن هما هياخدوا ذهب وفلوس يكفيهم، والذهب ده هيعيشهم لقرون طويلة هما والناس اللي في المملكة. وبعد كده مرات أبو إيلي بتروح للملكة علشان تتقرب ليها، لكن الملكة بتهينها وبترفض إنها تقرب منها. وفي اللحظة دي زوجة أبو إيلي بتحس إن في حاجة غلط في الجواز وبتروح تقول لإيلي إنها ترفض الجواز لأنها حاسة إن في حاجة غلط بتحصل، لكن إيلي ما كانتش تقدر ترفض. وإيلي بتقول لها مش أنت كنت موافق على الجواز ده؟ ومرات أبوها بتقول لها إن الجواز ده وراه خطة مش كويسة من الملكة وأنا قلبي مش مطمن، لكن إيلي ما بتسمعش كلام مرات أبوها لأنه تحدد يوم الجواز. وتاني يوم بتبدأ مراسيم الجواز وإيلي بتلبس فستان الفرح، كانوا معاها الخدم عشان يساعدوها في غرفة الملابس وبحطوا لها خنجر في وسط الفستان علشان تبقى واقفة مستقيمة. وبعد كده بتروح لهنري وبتبدأ مراسيم الزواج، وهنا هي رسميا بتصير ملكة أوريا الجديدة. بعد كده بتروح تودع أهلها وبتركب العربة مع هنري، فبروحوا المكان جبل بعيد وبيدخلوا فيه. في اللحظة دي بتشوف ناس لابسين أقنعة والملكة أم هنري معاهم، وهي بدأت تحكي لها قصة المملكة وتاريخها العريق، وهي عايزة المملكة ما تنهارش وتستمر تاريخها. وبعد كده بتجرح إيد هنري وإيد أيلي وبتحط إيديهم على بعض علشان دمها ينخلط بالسلالة الملكية. في الوقت ده هنري بيشيل إيلي وبقول لها ده من مراسم الزواج. وبعد كده بيوصل لنص الجسر اللي واقفين عليه وبيعتذر منها وبيرميها من فوق، فبيغمى عليها من الضرب. وبعد كده إيلي بتصحى من الضربة وبتبدأ تزعق، لكن محدش سمعها غير التنين اللي في الكهف. هو بيبدأ يدور عليها وبيشم ريحة دم السلالة الملكية علشان ياكلها. وهنا إيلي بتشوف مصدر ضوئي وكانت بتحاول تقرب له، ولما بتوصل بتشوف طار بيحترق. وبعد كده بتطلع آلاف الطيور المحروقة وهي بتخاف منهم، وفجأة بتشوف التنين وبتروح تستخبى منه. ولكن الصدمة لما بتعرف ان التنين بيعرف يتكلم، فهو بيسألها عن اسمها، فهي بتجاوبه وبتقول له انها اسمها إيلي. وهي بتسأله وانت عايز مني ايه؟ فهو بيقول لها انا عايز كل نسل السلالة الملكية. وهو بيقول لها اطلعي لي عشان انا هحرق. فهي بتجري وهو بدأ يلحقها وبيرش عليها نار، وبتدخل في كهف وبتشوف البنت اللي شافتها في البلكونة وهي عبارة عن جثة، وهي بتخاف وبتدخل في نفق ضيق. في الوقت ده التنين بيحرقها وبيوصل الحرق لرجليها وهي بتتأذى. وبعد كده بتحاول تنزع ملابسها وتعالج مكان الجروح، فبتطلع الخنجر اللي كان جوه ملابسها وهي بتضمه علشان ممكن تحتاجه في أثناء هروبها. وهي كانت بتحاول إنها تشعل شعلة علشان تتحرك بالكهف أكتر، وفي نفس الوقت الشعلة بتطفى منها. وبعد كده بتشوف حاجات بتضوي فبتروح عندهم، وبعد كده بتكتشف إن الأضوية دي حشرات، وبعد كده بتاخد شوية منهم علشان يضووا لها، ومن خلال الحشرات دي بتقدر إنها تشوف الطريق. وبعد كده بتشوف مية وبتحاول
إنها تشرب منها، لكن بتكتشف إن المية دي مش نظيفة وبتسيبه وبتحاول إنها تشرب من القطرات اللي بتنزل من فوق. وفي اللحظة دي بيجي عليها التنين وبيرمي عليها نار، ولكن إيلي بتلحق نفسها وتجري وتنزل في حفرة وبتشوف حيطة مكتوب عليها أسماء البنات اللي ضحى بهم قبليها، وبتشوف برضه خريطة للمكان. وبعد كده إيلي بتنام، ولما بتصحى بتشوف الحشرات على جسمها وإن هم عالجوا الجروح اللي فيه، وبتكتشف إن الحشرات دي بتعالج الجروح. وإيلي بتحاول توصل للمكان اللي يوصلها للشمس، وفعلا هي بتوصل وبتشوف تاج أميرة، وبتسأل نفسها هل يا ترى في أميرة قبلها قدرت تنجو من التنين ولا لا. وهي في الوقت ده هي بتحاول تتسلق الزجاج، فالزجاج بينكسر بيها وبتوقع، لكنها بتمسك في زجاجة تانية لأن التنين كان تحتيها ومستنيها تقع علشان ياكلها، ولكنها بتقدر تطلع فوق. لكن التنين بيجي بسرعة وبيحاول يحرقها، ولكن في نفس الوقت بيسمع صوت قبل ما يحرقها وبيكون أبوها. وهنا التنين بيمسكه وبيقول له إن هو ينده على بنته بدل ما يحرقه، فأبوها بينده عليها لكنها ما بترضاش تيجي. ولما بيروح التنين اللي بتشوف أبوها واقع وبيخلص في الروح، وأبوها بينصحها وبيقول لها إنها تستخدم الحبل وتهرب، وإن السفينة بتاعتهم منتظراها، وأختها كانت خايفة عليها وعايزاها جنبها. وفعلا إيلي بتجري للحبل وبتحاول تهرب، لكن التنين بيشوفها وبيحاول يحرقها، بس إيلي بتقدر تطلع بسرعة قبل ما يحرقها. وبعد كده إيلي بتركب الحصان وتجري بسرعة وبتنزل من على الحصان، والتنين بيحرقه، ولكن إيلي بتستخبى بين الأحجار، والتنين بيبدأ يجن ويتعصب وبدأ يحرق في كل حاجة. في نفس الوقت الملكة أم هنري بتشوف التنين والنار، تفهم إن إيلي هربت، فبتبعت الحراس على سفينة أبو إيلي عشان يجيبوا فلوريا أخت إيلي علشان يرموها في الكهف بدل إيلي. ولكن هنري بيرفض وبقول لهم إن فلوريا طفلة، لكن أم هنري بترفض وبتقول له إنها لازم تكمل المراسيم. وهي بتزق هنري وبتمسك إيد فلوريا وبتخلط دمهم سوا، بتخلي الجنود يرموها تحت للتنين. أما عند إيلي بتطلع من تحت الأحجار وبتلاقي الوضع تمام، وهي لما بتمشي بتشوف مرات أبوها قريبة من الجبل، وكانت بتدور على إيلي علشان تحكي لها إن هم خدوا فلوريا منها. وبعد كده إيلي بترجع للكهف وبتشوف فلوريا اللي ماسكها التنين، لأنه عارف إن إيلي هترجع علشان أختها معاه، وبتروح تدهن جسمها علشان تغير ريحتها، وبتروح تشوف أبوها وبتاخد السيف بتاعه، وبتروح تاخد أختها. ولكن التنين بيجي يقرب منهم وهي كانت واقفة قدامه وبتقول له إنها مش من السلالات الملكية، لكن التنين ما بيصدقهاش وبدأ يحرق فيها، وبسرعة هي بتقع في المية وفلوريا بدأت تبكي عليها. وبعد كده هي بتقدر تطلع من المية، واختها بترمي لها السيف علشان تقتل التنين، فإيلي بتقدر تضرب التنين في رجليه وفي عينه، والتنين ما بيقدرش يشوف بشكل كويس. فالتنين بيقول لها انت لازم تموتي وحيدة زي ما انا هموت وحيد. لكن إيلي بتقف في مكان وراها جدار مقوس وبتقول له لو انت عايز تموتني موتني دلوقتي. فبدأ التنين يجمع النار، وقبل ما يطلعها من بقه إيلي بتجري، فالنار بترجع على التنين وبتحرقه. وبعد كده بتوري له الجرح اللي في ايدها وبتحكي له قصتها، وبرضه بتحكي له قصة كل البنات اللي قبلها اللي ضحت بيهم الملكة علشان سلالتهم الملكية تستمر. وهنا إيلي بتحاول انها تموت التنين، لكن بنفس الوقت هي بتتندم وبتروح تجيب له الحشرات اللي عالجتها وبتخلي الحشرات تعالج التنين من الحروق. بعد كده إيلي بتروح لقصر هنري وبتشوف حفل زفاف جديد وضحية جديدة، وهي بتروح عليهم وبتنبههم ان هم يسيبوا حفل الزفاف ده، وبتقول لهم ان هم يهربوا من المكان ده بأسرع وقت ممكن لان نهايتهم هتكون مأساوية. وبتقول لهم انا مش عايز اذي حد في ذنب هو ما كانش له سبب فيه، لان اللي جاي كله دمار. وفجأة بيظهر التنين من فوق القصر، وهنا التنين بدأ يحرق في السلالة الملكية. وبعد كده إيلي بتمشي والتنين ماشي وراها، وهم بيرجعوا لمملكتهم الفقيرة وبياخدوا التنين معاهم. لكن حالة المملكة بتتغير للأفضل بعد اللي حصل في المملكة اللي كانوا عايزين يستغلوهم، وكل مملكة إيلي عاشوا في سعادة وغنى بعد التضحية اللي ضحتها إيلي عشانهم. والهنا بتكون نهاية الفيلم. سلام.